منحة المرأة الماكثة في البيت أو المرأة غير العاملة في الجزائر هي دعم اجتماعي تقدمه الدولة لفئة النساء اللواتي لا يعملن، وخاصة في إطار المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني، وغالبا تمنح ضمن برامج الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية أنساج سابقا، أو الوكالة الجديدة التابعة لوزارة التضامن. الشروط العامة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت: أن تكون جزائرية الجنسية، أن تكون غير عاملة أي لا تمارس أي نشاط مهني أو تجاري مسجل رسميا، عدم الاستفادة من أي دخل آخر مثل منحة الزوج أو أي برنامج دعم اجتماعي آخر، أن تكون في وضعية اجتماعية صعبة مثل الأرامل، المطلقات، المعيلات لأسر، أو نساء بدون دخل، أن تكون مقيمة إقامة دائمة في الجزائر، التسجيل لدى مصالح البلدية أو مديرية النشاط الاجتماعي داس، الخضوع لتحقيق اجتماعي من طرف السلطات المحلية، تحقيق ميداني للتأكد من وضعيتها. الوثائق المطلوبة غالباً نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة عدم العمل من مصالح الضمان الاجتماعي إكناز وكزنوس، شهادة عائلية أو فردية حسب الحالة، شهادة الإقامة، شهادة وفاة الزوج أو الطلاق إن كانت أرملة أو مطلقة. طلب خطي. ملاحظات مهمة: بعض البلديات تمنح مساعدات موسمية، رمضان، الدخول المدرسي، بنفس الشروط تقريبا. لا توجد منحة شهرية ثابتة وطنية للمرأة الماكثة في البيت على غرار منحة البطالة، بل تمنح على شكل إعانات أو مساعدات ظرفية. قد يتم توجيه بعض النساء إلى برامج الإدماج أو التكوين المهني إذا كن في سن العمل. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.